جوان عبدالکیم سکو سکرتری پارتی دموکراتی کردستانی سوریا از شباط سال 1999 حتی ویگاوی او نزدیکی 24-5 ساله درباس دبی بأریکاریا همو استخبارات دولتا تفدجی سروکاتیا امریکا و اسرائیل جی تفدجی تیدا مشترک بون گو قریبون سروکی گلی کرد بخن ناف 4 دیواره ده ایوانا که براسی آرمان جوا نه فیزیکیا سروکاتی بو یعنی آرمان جوا فکر و فلسفه سروکاتی بو یعنی دولت راسمالی دولت دیکتاتور دولت گو نظام که فاشل گو نزدیکی 5 سالی کار دکن ملتی و شپرزه فقیره دولتنا متخلف بعربی تجوار گوتن و دولت راسمالی قبول نکرن فکر و فلسفه نو گو کاربی چاره سریج همو پزگری که روجلات آناوی دم کارن بیش نه بس باکور روجلات سوریان باکور کردستان تنی سرانسر جهانی جی و سرانسر بهتر روجلات آناوی ده تبدأ مشترک بون گو کاربون سروکاتی بخن ناف 4 دیواره ده ل نتیجه و فلسفه و نتیجه و ذهنیه گو نو کاربو چاره سری دینش همو کسر ایرو ام دبینن يعني سر روج آوای کردستانی اموی شاگردی سروکاتی بین گو چاوا قریبون وکاوی براتی دموکراتیت آوا بکن و دستکفتین بر فرح و مزن ندخلوا خیال گلی کرد جیبود روج آوا دا ایرو چی بون براسی اف مؤامره که ام شرمزار دکن ام دبینن گو دولتا ترک حتی ویگاوی نه محکمه که شرعی جر چی کریا ام نزدیکی 25 ساله نابرا 4 دیواره دیا عزلا قول سروكاتي تشيبو براسي في تاليم كارم زيدي 21 ماه تشيبون تقريبا وداوي دجيا زيدي دهيفا قلناه لنا منظمات حقوقي نا منظمات صحي نا منظمات ما في مروفا تندرستي كسك نا اهليوي قونيزيك يبي تي معلومات الجيباني جي دهلي قو قال كرد بكبي بن نطرسيني كده جبو روشة صحتها سروكاتي براسي بهتر إما أم بانكا خود كارن بجهن دولة جهاني ملة جهاني منظمات دولي إنساني ما في مروفا جو كاربن جدي سيرفي بسكن يعني براسي أبيسو بين صالة جهان ساق كرا يعني سيرفي قرتني جو إنساني كي اما قلت نتيجه فكر وفلسفاوي ايرو دروج افاد اخويا كي شكون مزين شلو شري داعش كرت شلو تنبونا داعش سر فكر وفلسفاوي بو اف قرك الجهان ببي دينداري في فكري خو بفكري جو ام دينداري في فلسفينا في فكرينا في انسانينا جو ايرو نابرا 4 ديواره ديا اف بيسو بين صار لازم ام كاربن چاره سري كي بكن ايدي بس جو لازم روشاوي ديار بن وزنداني جدر كبي يعني دولتها ترك يك جوا دولتين جو خود بيني يك جوا دولتي قلت سر اتفاقية امل جرد بيجن او اتفاقية جي سر حفتي صاري انسان يقول كتا زنداني تشقون هي بيبي وسر واقعا يجي دبي في انسان زنداني دركبي ليه نا قوانين هنا نا مواثيق هنا نا انسانية هنا نا محكمة شرعي هنا سروكاتيرا وج حموم لتي تركي رجي ايرو ام كارن بيجن عصابة حكمة تركي دكي اردوغان وچند عصابات دوراوي جو كاربن دولتها ترك تنبكن وتنجي كره حتى في جابي إذا جم أم بانجا خود جهنا حمو دنياي حمو ملتي جهاني جو كاربن سر روشة سروكاتي بسكنن وتركي ودنيا سازاني بزندان بدرخصنا سروكاتي زنداني أو براغو كاربي أشتي وكافية براتية ديمقراطية باكوري كردستان دا أواكي تركي دا ودروجلات أنا فين دا تفيجي به درکتنا سروکاتی تی چاره سریش گلی کرد را هرچا پارچه دهی نبی یعنی اکیده او کتگوتی پارتیین سیاسی خودی کو آواد بین هری کی فکر کوی هیا هری کی ایدئولوژی کوی هیا هری کی سیاست کوی هیا لی تالی دجی تشتک هیا او کتگوتی خطوط العريضة ده به مسئله استراتیجی ده مسئله گلی کرد و مافی گلی کرد و چاره سریه گلی کرد ده ام یک تشتي سر ملي تفكير سياسي يا كردي او قوم كارمن امجي وكا تشاو ما قول دولتي الدنيا وفدار من جوي ذهنيتها
دبي امجي وفدار بين في فلسفه وفي فكره يعني ما وك عم قارن بين بارتيين سياسي تفكير سياسي يا رجلات باكور ورجلات السوري بكردي اخوا عربي اخوا سرياني اخوا ما ما قالك دي تشاوا في فلسفه خدمتها في ملتي كر نبس كردات هنيكر يعني براسيجي يرو ملتي جهاني تفدد من باتمان من سر كاري جو خبات و تيكوشينا جو دروج افاد ابو اوجي حمو نتيجه ذهنيتها وفلسفه في كسي جو يرو نافارا شار ديوارا ده. هيام ناجي ممثله حزب التآخي الكردستاني وعضو مكتب سياسي. العزله اللي عم تصير على القائد هاي ظلم. أول شيء من حقه يشوف أهله، يشوف أصدقائه، يشوف الشعب اللي آمن بأفكاره، اللي آمن بأفكاره اللي تعطي الحرية لجميع المكونات بالمنطقة شمال وشرق سوريا. ويعني حتى أي سجين عادي من حقه أنه منظمات الدولية أي الشعب اللي برا كمان آمن بأفكاره. يعني هاي مو من حق الدولة التركية تمنع عن القائد هيك أمور، أو مو شرط أي إنسان عادي ما له حق يمنعوا فيها شيء. كونه أنه كمان قائد يعني ظلم كبير وظلم للشعب من المنطقة كمان، وله دور كبير هو بتحرر المرأة هون بالنشاط السياسي، النشاط الاقتصادي بمنطقتنا. كون صارت منطقتنا تعتبر منطقة يعني الشعوب بين بعضهم، ما صار أي تميز بيناتهم، صاروا إيد واحدة، صاروا يدافعوا عن المنطقة، صاروا يحافظوا على مكتسبات المنطقة اللي حصلت بعد الموجة الحرية اللي عم يقولوا الربيع العربي. وللأسف هذا ظلم كبير على القائد اللي عم تعمله الدولة التركية. والدولة التركية أصلا هي دولة غازية. نظامها من قديم هو نظام شلون يعني يضلوا مستعبدين البشر، يضلوا محتلين للموارد المنطقة. يعني طمع، هن طمع، مو انه عم يحاربوا فكر، هن عم يحاربوا شغلات تخصهم، هن بدهم طمعانين بالمنطقة والكل يعرف هالشيء. لهيك كل الشعوب هون كل المكونات يعني الحمد لله فهموا القضية وصاروا ايد واحدة مع بعض. ومن مصلحة الدولة التركية يكون في سلام بالمنطقة، لأنه راح توقف كل مخططاتها الاستعمارية، فلهيك يعني ما يخلوا يصير استقرار بمنطقتنا.